مرات نتكلم بالتحليل ويا رفاقنا في القيادة العامة أو في القيادة القطرية أو في مجلس قيادة الثورة، ونوصف طاقة الإنسان عندما تستحضر، ونؤمن وإيماننا حتما من كنا مناظرين احنا كنا نؤمن انه طاقة الإنسان كبيرة عندما تستحضر. لذلك ممكن طالب مدرسة على حق يؤمن بأنه قادر على أن يغير الدنيا كلها من حال إلى حال، واحنا في كل المراحل هم كنا وما كان على بالنا طبعا تصير سلطة وحكومة وأجهزة وقطاع اقتصادي وما أدري شنو، يعني خلاص اكو حالة مرفوضة وحالة زينة بالأفق احنا نريد نصل لها، يعني فريضة. بس أيضا الحرب عمقت لمن يؤمن بهذا المبدأ، وبيها من الشواهد ما يخلي حتى الإيمان مو حيل قوي، بس إذا يعني ضميره حي من يدحج عليه يوما أن طاقة الإنسان ما لها حدود عندما تستخدم على طريق الحق وبإيمان ثابت وراسخ، وأنه ليس هنالك مستحيلات إلا ما يحده الله سبحانه وتعالى. أنا أنقل واحد من الشواهد، هو المرحوم الشهيد قصي من قاطع الفيلق السابع، نائب عريف جندي أول. هذا المقاتل البطل وهو بطل أيضا القادسية. الرشاشة يلقون يم الجثث، البعض يقول بالمئة والبعض يقول فوق 80 جثة إيراني من اللي تعبانين عليهم ومدربيهم، هذول كلهم اللي ذبحتوهم ما يساويهم أي واحد موجود من الباقين من حيث المهارة اللي تعبوا بها عليهم، ومن حيث الإعداد الوسخ القدر، يعني المخم كل قذارات التاريخ وحقد خميني كلها صبها بهذه العقول القذرة الوسخة اللي واحد يعني يتنقص حتى أن يدحج عليه من قذارتها. الوجوه الشائعة مليانين وساخة وقذارة وحقد، شوفه كأنما راضع الحقد على الأمة العربية من عبر 500 جد بثدي متواصل بلا انقطاع في مجرى الحقد. إنسان واحد على رشاشة ويقتل 100 حاقد ويلقوه على رشاشته مستشهد بعد ما استداروا له من الخلف وضاربيه برمانة يدوية أو بصلية رشاشة. إذن الإنسان اللي ممكن أن يكون الواحد ب100 لابد أنه استحضر في ضميره وفي عقله في لحظة المواجهة، حط أمامه استحضر القيم العليا الخيرة اللي ممكن أن ترتقي بها الطاقات إلى المستوى اللي ارتقى بها الشهيد قصي. إذا ممكن أن يكون الإنسان ب100